السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما الفيديو ده يظهر لكم دلوقتي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي فرحة ودي قناة فرحة وذوي الهمم. بقدم محتوى مختلف، بقدم محتوى ديني وفيديوهات دينية ومعلومات دينية. بقدم فيديوهات خروجات او فيديوهات لذوي الهمم وكده والاحتياجات الخاصة، علشان كده خليت اسم قناتي باسم فرحة وذوي الهمم. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك استشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وهيكون شرف كبير ليا ان انتوا تشرفوني وتعملوا اشتراك في قناتي. النهاردة الفيديو حبيت اللي هو انا اخرج شوية واغير جو واروح في النادي وكده. تمام، ده نادي الزهور قريب من بيتي، فقلت اللي هو النادي مش بعيد قوي فنروح نقعد في النادي شوية ونغير جو وكده. وبصراحة كان النادي فاضي وما كانش فيه حد في النادي، كان بس فيه شباب بتلعب كرة في الملعب وكده، عشان احنا دلوقتي وقت دراسة وكده، فكله بقى مشغول بالدراسة. ممكن لو حد هيروح النادي بيروح النادي يوم الجمعة وكده، وممكن يعني الناس تروح النادي يوم الجمعة بيكون ده اليوم الأجازة وكده. فبما اني لقيت نفسي قاعدة فاضية وما روحتش المدرسة في اليوم ده وما كانش فيه دروس، فلقيت نفسي قاعدة فاضية مش بعمل اي حاجة، وما اني كمان النادي قريب من بيتي، فقلت ايه اخد نفسي ونروح نقعد لي شوية في النادي. الفيديو مش طويل قوي، هو دقيقتين بس، قلت ايه اخدكم كده جولة صغيرة معايا في النادي ونتفرج على النادي. هو كان فاضي خالص، ما كانش فيه حد قاعد بره وكده، وكمان كان الجو شمس، بس كان فيه طلاب جوه بياخدوا دروس وكده، تقريبا طلاب الثانوي العام والثانوي الفني. هو الفيديو مش طويل، بس بصراحة كان الجو شمس جدا، فما كنتش عارفة اصور ومش عارفة اتحرك، كان الجو شمس بصراحة. فقلت ايه فيديو كده صغير وانا قاعدة وخلاص. تمام، ان شاء الله بعد كده هبقى اعمل لكم جولات في اماكن في المبارية وكده، وان شاء الله تعجبكم. متنسوش بقى تعملوا ايه لايك للفيديو. هنا بقى كنت زي ما قلتلكوا ان النادي مش بعيد خالص من بيتي، يعني دقيقتين حوالي تقريبا علشان اوصل من النادي للبيت او من البيت للنادي. تمام، ده كان بقى الفيديو كان صغير جدا، بس ان شاء الله بعد كده هعمل لكم فيديو طويل وجولة في النادي ده كله بكل الاماكن اللي موجودة فيه وكده. هنا بقى كنت خلاص دخلت الشارع بتاعنا وصلت قربت اوصل البيت. فما تنسوش بقى لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك استشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.